السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وجمعة مباركة. الفيديو ديال اليوم سخون، انا شفت غير العنوان باقي ما عرفتش الهضره كيفاش الحوار علاش غيكون بالضبط، ولكن نشارك معكم الافكار ديالي ونشوفوا الحوار كيفاش غادي يكون، وحتى نتوما عطوني الاراء ديالكم في لي كومونتير. نبداو الفيديو. انا اقول لك تعرف النبي ايش قال؟ ليه ما يمشي على سنة الله ورسوله؟ اخي انا محمد مهند دقيقه ملايين الناس خرجوا 20 مليون مسلم مات هنا الحوار بادي من النص، خصنا شويه ديال الوقت باش نفهموا علاش كيهضروا. لا جزيره كما فتان، جزيره اللي تبع الجزيره واللي مع الخنزيره. والعبرية العزيزيه من هي العبريه؟ اخي ما تبع كل الاخبار. الله من بغدادي. أنا من البصرة. من البصره، حي الله البصره، بارك الله فيكم. والله يا اخي حتى العراق صدام رحمه الله وغفر له، صدام كان نحن اختلفنا معه في اشياء. نعم إيه الله يرحم صدام. إيه. صدام كان داعس على الخونة والجواسيس. لا دقيقة أخي، صدام نحن لا دقيقة أخي. زبير خلاص يقولوا العالم كله يخبروا من البصرة. خلاص أقول لك من وين؟ مهند اسمع. خلاص صدام الآن حتى الشيعة، والله حتى الشيعة يتمنون رجوع صدام. كان في ظلم صدام ليس معصوم. هل ما في ظلم في صدام؟ كان في ظلم. حتى الحجاج في وقتها الآن بعض الناس يعظم الحجاج، كان في وقتها ظلم. تعرف الطامة الشعب حجاج مبين. لكن محمد بن أبي عامر، تعرف من هو محمد بن أبي عامر؟ محمد بن أبي عامر رحمه الله تعالى أعظم ملوك الإسلام في التاريخ. كان الأوروبيون يخوفون أبناءهم بذكر محمد بن أبي عامر، وهو الخليفة في وقت الأندلس. محمد بن أبي عامر كان يفعل الجهاد في الشتاء والصيف، كان يخاف وصل حتى حدود إلى فرنسا. طيب محمد بن أبي عامر خرجوا على أبنائه، لكن في وقته قالوا هذا ظالم وهو نصر الإسلام، فالناس الشعب لا يؤخذ بكلامهم. فأنا أقول لك بارك الله فيك الآن الظلم حرام. أي أخي انا هنا متفق مع شمسي 100%. يسألهم أخي يوم يفر المرء من أخيه، فيوم القيامة أخي ما يتركهم هذه الحكام الذين ظلموا. والله يا أخي نحن لا نبرر لهم، فهمت؟ الظلم حرام، حاكم غير محكوم حتى لو كان أبي رحمه الله. لكن نرجع إلى النقطة الأصلية، وهي كيف نتعامل مع الحكام الظلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الطريقة المثلى كيف نتعامل. فنحن الآن عندما خرجنا في مصر على حسني مبارك، خرجوا يريدون حكم شريعة الإسلام، خرجوا أين أنت أمريكا متحدة؟ هذا قوم لابد لهم أن يغيروا أنفسهم من قبل أن يغيروا الدولة. السيسي طلع على المرسي. المشكله ديالنا حنا عاوتاني مزيان هاد النقطه عجبتني بزاف. حنا كنفكروا في ان الدول الغرب هما القدوه، يعني حنا حتى لا خرجنا باش نغوتوا ولا خرجنا باش نهضروا على حقوقنا، غنخرجوا بنيه اننا خصنا نعيشوا بحال الدول الغربيه، خصنا نكونوا بحال الدول الغربيه، ماشي نطبقوا الشريعه الاسلاميه وماشي نطبقوا الاسلام، ولكن الغرب. هذا هو المشكل. الغرب غادي نقارض، الغرب دابا كيقتل يديه بيديه، ولا تبعنا الغرب حنا حنا في واحد المصيبه اللي ما عندها حتى شي حل. واحد يحارب السيسي السيسي خرج عن الحاكم صح؟ هذا لا يجوز، حتى ولو فعل السيسي هذا لا يجوز. السيسي حلال لا. لكن هو الحاكم الآن سمعوا طاعة له. الأموية أنت تعرف آخر أموي شنو سوى؟ اسمع يا ماما. لا هذا ليس آخر أموي. الوليد هذا ليس آخر. الوليد آخر أموي هو مروان الحمار، يقول لك الحمار، مروان الجعدي، هو آخر ملوك الأمويين، ليس الوليد. لكن ماذا فعل؟ مروان كان قوي الحمد لله، لكن لماذا سقطت دولة الأمويين؟ لأجل البدع في آخر زمانهم، لأن الأمويين دولة قوية ما شاء الله رحمهم الله وغفر لهم. وهذا رغم أنوف الرافضة. أنا سمعت الأمويين إنه آخر الخليفة والله بني أمية رحمهم الله. عبد الرحمن الداخل من هو؟ أخي نصر الإسلام في الأندلس. عبد الرحمن الثالث رحمهم الله. معاوية سفيان. الرافضة الإسلامي نصروا والكفر كسروا. تفضل. ملك بن مروان فزعوا الأرض بالدين بالشريعة الإسلامية الحمد لله. بس إذا هم رافضة ليه من هم رافضة؟ الشيعة على رافضة الرافضة ليه فيصل التركي اجتمع معاهم؟ اخي اولا رجعنا الى انت ما عندك دليل. انت عندك مرت اسمه مرت سعوديه ولا ايش؟ ما فهمت. سعوديه انت فيصل التركي يا اخي. انا اعطيك الان سلطان بن عبد العزيز، اسمع حديث سلطان بن عبد العزيز رحمه الله
عندما أتى أمريكان في التسعينات ليساعدوا السعوديين والخليجيين، أتى رئيس هذا تعرف من يقول هذا الكلام؟ رئيس المخابرات الأمريكية يقول قلنا لسلطان سوف نحطم صدام، قال أنا لا أريد تحطيم صدام ولا العراقيين، أنا أريد تساعدونا نخرجهم من الكويت بس. والله قال عندما ذكر هذا الكلام قلت هذا يطلب منا المساعدة الآن وقلنا له تحطموه. هذا قال سلطان عبد العزيز، قال والله هذه كلمة قالها لي سلطان، قال لا أنا لا أريد تحطم العراقيين، أنا أريدكم تساعدون نخرج عسكر العراقيين ولا تحطم صدام. فهذا يخالف قولك، هذا قالهم علانية. والله أخي ما في دولة الآن أحسن من السعودية. نعم عندها طامات، في بعض الطامات هذه مثل بالأمس هذا لا يجوز، لكن عموما أحسن أخي، فيه شرع الله هناك قرآن والسنة. نعم للاسف هذا الشيء غادي وكينقص. هي دابا اكثر بلاد فيها شرع الله، ولكن هذا الشيء غادي وكينقص. وحنا هذا الشيء شفناه مؤخرا غير في هذا الهالوين شنو وقع في السعوديه. هذا الشيء بصح تيأزم وبصح تيضر في القلب بزاف. اللي ما عارف شنو وقع يدخل يشوف ويكتب غير الهالوين في السعوديه في جوجل في يوتيوب في اي بلاصه وغادي يعرف اشنو وقع في السعوديه. ملي ولا اكثر شعب اللي هو نزل فيهم الاسلام، يعني كان فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني اكثر بلاصه كاين فيها التجمع ديال العلماء ديال الدين، اكثر بلاصه اللي بغى يتعلم على الدين كيمشي لتما. يوليو دوك الناس ولا داك الشعب يحتفل بالاديان ديال الكفار، بالاديان ديال عابدين الاصنام. فهذا الشيء كيضر بزاف والله العظيم. عمرة، الحج، تحفيظ القرآن، تحفيظ السنة، الصدقات، الدعوة قوية، الدعوة السلفية، أهل السنة مكرمون هناك، الشيخ عبد الرزاق، الشيخ فوزان، الشيخ ربيع، عبيد، الحمد لله ما شاء الله مشايخ السنة هناك موجودين. تكلموا في العربي، تكلموا في العربي أجل نصراني. هذا يتكلم بالعربي رغم ألوف النصارى. هذا ما يبرر التعاون الخليجي السعودي. نتكلم بالعربية الحمد لله. ها؟ 2003 قلت لك 2003 أخي رجعنا إلى السياسة يا مهند. أنت اسمك انسى السياسة يا أخي، والله خلينا نفعل الدعوة، خلينا نفعل الدعوة. مثلهم كمثل الكلاب. بلادي فورينا جو تو كونتري عرب توك اوفر. ارجع بلادك ويحوس ريسيس هي ريسيس. الطيران الصليبي اللي خرج وضرب العراق هذا مريض مسكين، كل نصراني مريض. من السعوديه. تفضل. من السعوديه. هذا غير صحيح يا مهند. 2003 السعوديه لم توافق على غزو العراق اخي، والله يا اخي. اذا ما وافقت ليه ما ساعدت العراق؟ اخي اسمع ابن تيميه ايش يقول. عفوا مهند عفوا تعرف ايش يقول ابن تيميه ايش يقول يا اخوه. اخي ابن تيميه ايش يقول. ابن تيميه says if every dog start barking at you, if you stone at him, then the stones will be more expensive than gold. The best way to ignore him. أن تحمل عليه ينبه أو تتركه. يا بارك الله فيك. يا لهد. انا عندي اهلي بالبصره لما دخلوا الامريكان السعوديه ضربوهم. لا انت كل السعوديه مترجمين كانوا سعوديين مع الصليبيين يا من السعوديه. خلاص المترجم سعودي الذي دخل السجن سعودي. والله اتبع السلف. الله يتبع السلف. والله السعود قالوا سعودية قالوا الدين. لا السلف هم الاسلام، السلف والصالح. السلف النبي صلى الله عليه وسلم سماهم السلف. هذا شيء ثاني. قال لفاطمة خير السلف أنا لك. حديث مهند والله الانسان دقيقه اخي، احبك الله خدمتنا فيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك. ما شاء الله. مين من الجزائر؟ ما شاء الله. دويره ما شاء الله تبارك الله. بارك الله الله عزك نبي. تمسك بها. مرحبا بك يا اخي. انت والله جزاك الله خير. انت ما سمعت لك مريح قال ابن أبي داود مريح شويه ناظر دقيقه. خلينا مع مهند اسمع يا اخي. نحن اخي لكي خلينا نختم الكلام هنا. اخي خذوا هذا معاند حبيبي. معاند هذا معاند هذا معاند. اسمع من السعودية بيكره السلف. الله يقاك. نعم. انا ايش اقول لك يا اخي. حتى في الامارات عندها اكبر مسابقه القرانيه في الامارات. الا ترى في الفيديوهات على المباشر يكرمون القراء؟ نرى هذا بأم عيوننا. حتى عندهم حبيبي خذوا بعدين اخي الكريم نعمان خذوا بعدين. انا اقول لك حتى في الامارات ماذا فعلوا؟ والله الشيء يحمدون عليه. فعلوا مسابقات عن اللغه العربيه.
اي لابد تعلم اللغه العربيه. والله يا اخي الانسان ما ينظر الى السيئات سيئات، لهم حسنات كثيره، لهم اخطاء. فكيف نتعامل معها؟ ندعو الله ان يوفقهم وان تعرف الحكام لهم لهم اناس معاونين. ايش اقول لك مقربين. لا مقربين، نعم مقربين لهم. لاجل ذلك احنا نقول لك نسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيهم حسن بطانه. لان بعض الاحيان مثل بعض الاحيان تاتي حاكم لكن الشيخ معه صوفي خرافي فيقول نعم يجوز بناء مسجد او تمبل للهندوس، قل نعم الله يقول كذا، ياتي بالشبهات. فلاجل ذلك هذا حرام. انا حتى هذا غير صحيح، حتى ولو كان صحيح لا يجوز، حرام لا يجوز بناء، فهمت؟ هذا لا يختلف فيه رجلان بارك الله فيك، حتى ولو في السعوديه سمحوا فيك الحكم. انا اقول لك لا يجوز، وانا اقول لك خلاص لان الحاكم سامح نقول لك سامح. لا يجوز اخي، انا لا ابيع ديني يجي حاكم، فهمت؟ الحمد لله. فلا تعرف اخي حبيبي، تعرف عمر وصديقه يكذب عليه، قال الشمسي يقول الذين جاهدوا ضد فرنسا خوارج. لا مو خوارج. لا قالوا انا اقول هذا الكلام، لعنة الله على الكاذبين الذين يجون فرنسا الخبيثة الكافرة خوارج، أجدادي خوارج، الباشا إبراهيم خارجي، عبد الحميد الباريس خارجي، أمي عبد القادر رحمهم الله خوارج. هذا كذب علينا الحمد لله. فحزبين ايش يكذبون على أهل السنة. لا انا اقول لك شيء مثلا اجى طلع واحد مفتي من مصر من الازهر، او احنا مرات انا لا اخذ بالازهر anyway. الازهر هذا جامعه على باطل، فيها الخير الحمد لله، اللغه العربيه. شيخ الاسلام، نعم شيخ الاسلام، شيخ علي الوصيفي موجود يا الحمد لله. بول بلايمر هذا اللي كان حاكم العراق وقت الاحتلال، نعم هذا يجب السماع والطاعه له. من قال هذا؟ واحد من الازهر. والله ما ادري هذا حتى 100% كيف يسمعوا الطاعه؟ كيف؟ هذه خرافي هذه. مغتصب للارض نعم لا يسمعوا الطاعه، كيف يسمعوا الطاعه؟ لكن الان لو كان المغتصب عنده قوه، فالان ننظر البشير الابراهيمي رحمه الله تعالى عبد الحميد بن باديس التقايا فين؟ في السعوديه. ومن كان ينصر الدوله الجزائر؟ السعوديه. تعرف كثير من الناس ما يعرف هذا الامر. فالان بارك الله فيك ماذا فعلوا؟ اصبحوا يدرسون الجزائريين العقيده الصحيحه. تعرف فرنسا ماذا كانت تفعل؟ كانت تبني مركز وبجنبه قبه، تعرف القبه؟ فيقول فالجزائريين كان عندهم خرافات، اذا كان فيه الوالي لا يجوز، فكانوا يخافوا يضربون ذلك المركز العسكري لان يقول لك القبه. فعندما علموهم العقيده الصحيحه الحمد لله ماذا؟ نصرهم الله جل وعلا. فلا بد نبدا بالعقيده الصحيحه. موسى عليه الصلاه والسلام الله ذكر قصص الانبياء، هي قصص ليس قصص، قصص الانبياء. لماذا؟ عبره. فالان موسى عليه الصلاه والسلام اتى الى من؟ الى فرعون اكفر. حتى يقول لك فيه ذكر ابن جوزي نكته، قال ابليس اتى الى فرعون قال له يا فرعون، قال انت زدت فيها شويه، قال له انت قلت له انا ربكم الاعلى، قال انا ما قلتهاش، فهمت؟ ففرعون الذي قال انا ربكم الاعلى ايش فعل؟ موسى عليه الصلاه والسلام دعاه الى الاسلام، دعاه الى الاسلام. هل بعد ان دعاه الى الاسلام جلس في المجالس مع بني اسرائيل؟ فرعون فعل كذا، فرعون عنده امرأة، فرعون تطلق، فرعون تزوج، فرعون ذهب إلى اليونان، فرعون لا، أصبح يعلمهم العقيدة فنصرهم الله جل وعلا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك في وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا بد يعني راه الحل ديالنا راه ماشي هو نخرجوا في مظاهره، ماشي هو نخرجوا ضد الحاكم. اصلا هادشي في الاسلام حرام، حيت هادشي كتنتج عنده الفتنه. وحنا شفنا شنو وقع في مصر، شفنا شنو وقع في ليبيا، شفنا شنو وقع في كاع الدول العربيه اللي خرجوا فيها الناس في مظاهره. شفنا شنو وقع في الربيع العربي. حنا كنشوفوا باقي لحد الان شنو كيوقع في سوريا. هادشي كامل حرام، حيت تقدر تنتج عنه حرب اهليه. والاحتمال ديال اننا الا خرجنا في مظاهره ضد الحاكم، فالاحتمال ديال ان تنوض حرب اهليه فهو احتمال كبير بزاف، يقدر يوصل حتى ل 80 90% اننا غنوليو نضاربوا مع بعضياتنا. هادشي علاش انك تخرج ضد الحاكم فهي شي حاجه اللي حرام. ولكن اللي تقدر دير هو انك تربي ولادك على الاسلام، وانت براسك تبدا تعرف الله وتقلب وتعرف شنو هو الله، وتبدا تربي راسك على الاسلام وتبدا تطبق الاسلام في حياتك. الى اي واحد فينا دار هادشي فاننا نقدروا نزيدوا لقدام. راه الخروج في مظاهره او الخروج على الحاكم ماشي هو الحل. واصلا هادشي حنا كدوله اسلاميه هادشي راه حرام. وما كنقولكش هنا انك تتبع مثلا شي واحد، تتبع وزاره الاوقاف، ولا تتبع مثلا، ولا تقول ان الحاكم راه انسان مزيان ولا خايب ولا لا هادشي ما عنده حتى شي علاقه بهادشي. ولكن اللي عنده علاقه هو انك كإنسان تخصك
تربي راسك وتربي ولادك على القيم الإسلامية. هذه هي الطريقة الوحيدة باش نقدروا نزيدوا للقدام بدون أضرار. نعلم الناس أخي. نحن تعرف بعض الأحيان ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم العام الأول. عليه الصلاة والسلام، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا. لقد كانوا يطوفوا عريانين يا بعد العام الثاني باش حج. الحمد لله. فالشاهد بارك الله فيك احنا مهند، نحن ندعو إلى، نعم، نسأل الله جل وعلا أن يأتي بخيارنا، أو يولي علينا خيارنا ويبعد عنا شرارنا أو شرارنا. لكن يا أخي ليلا ونهارا حكام يا أخي، الله يهديهم. لا كما اي الحكام كاملين سورتو الحكام المسلمين عندهم اخطاء وعندهم شي حوايج اللي كيديروها مزيانه. يعني الحكام كاملين على مر التاريخ دايرين بحال هكا، فخصنا نساو شويه الحكام، نساو شويه. لا خصنا نديروا مظاهره لا حنا مظلومين لا حنا مقهورين لا دوك الناس خايبين حنا مزيانين، لا، نساو علينا هادشي كامل ونبداو نخدموا على ريوسنا، نبداو نطوروا من ريوسنا. اقل حاجه نحبسوا من اننا نسرقوا من ريوسنا، اقل حاجه نحبسوا نبقى نقولوا انا اللي عندي الحق والاخرين كلهم غالطين، اقل حاجه نحبسوا نقولوا اي هاد الحاجه خايبه ولكن حتى كلشي كيديرها حتى انا نديرها. نربيو ريوسنا وولادنا على القيم الحسنه، القيم الاسلاميه الصحيحه. يعني خصنا نقراو على ريوسنا، ما نسمعوا من حتى شي واحد. الحمد لله عندنا الانترنت، في اي دار كاين الانترنت، دخل قرا على راسك، فهم، قرا التفاسير، قلب، بحث، قرا شويه لي باز ديال العلوم الدين. ما كنقولك خصك تكون عالم دين باش تفهم، ولكن تقدر تقرا غير شويه ديال لي باز في علم الاصول، علم الحديث، غير شويه ديال لا باز اللي تقدر تعاونك في البحث ديالك، تعاونك في فهم الاحاديث، تعاونك في فهم السنه، تعاونك في فهم القران. يعني تحاول تفهم اللغه العربيه. انت اي واحد فينا كل نهار، ماشي اي واحد فينا ولكن غالب الاحيان غالبنا كنقراو القران، ولكن ملي كنقراو القران ما عمرنا من شي حاجه اللي ما كنفهموهاش كندخلوا لجوجل مثلا ونقلبوا على التفسير ديال ديك الحاجه، وعلى الحاجه اللي ديك الكلمه اللي ما فهمناش، ونتعلموا اللغه العربيه. هذا النهار تعلمت كلمه من اللغه العربيه في القران، ما غدا نتعلم كلمه اخرى، من بعد نتعلم كلمه اخرى. شحال من واحد فينا كيقرا القران وما كيكونش فاهم اشنو كيقرا؟ شحال من واحد فينا داير بحال هكا؟ يعني اضعف الايمان بنادم خصو يقرا على راسو، خصو يطور من راسو، وخصو يربي راسو ويربي ولادو. هذه هي الطريقه الوحيده اللي نقدروا حنا نزيدوا بها القدام ونوليو اعظم امه. اما باش تقول لي لا خصنا نديروا بحال الغرب، خصنا نخرجوا نغوتوا، خصنا نديروا مظاهره، خصنا نفعلوا، خصنا نتركوا، فهاد الشيء غادي يؤدي بنا للدمار والفتنه، ما غادي يؤدي بنا لحتى شي حاجه اخرى. يولى عليكم. هذا حديث؟ لا هذا أثر عن السلف، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى درست التاريخ درسا ونقرته نقرا، ما خرج الطائفة على الحاكم إلا أفسدوا أكثر مما أفسد الحاكم. واللي بغى يعرف بالضبط شنو غيوقع، كاينه واحد الروايه سميتها حظيره الاطفال. هاد حظيره الاطفال كان عطاها ليا راجل ديال خالتي، هداها ليا هاد الروايه وقريتها، وفعلا داكشي اللي كوقع تما كينات هو اللي كنشوفو في الواقع. يعني حتى لا خرجنا في مظاهره، هادوك الناس اللي غيربحوا فراهم غادي يفسدوا اكثر من اللي غيفسد الحاكم اللي كان قبل منا. الوغ راه هذا راه ماشي هو الحل، وقراو هذه الروايه راها زوينه بزاف وغتعلمكم بزاف ديال الحوايج. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخوارج ماذا قال؟ قاتلوهم كلاب النار. لكن عندما ذكر الحكام الفجر الظلمة ماذا قال؟ اسمع واطع. فعند الحزبيين يقول أنتم تتكلمون في الدعاة، لكن مع الحكام الظلمة يتكلمون. فأقول نحن سلفنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عندما ذكر الخوارج قال كلاب النار، وقال اقتلوهم أينما حيث وجدتموهم. لكن عندما ذكر الحكام الظلمة الفجر قال اسمع واطع. لماذا؟ لأن النبي المصطفى والصفي المجتبى عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لأنه يعرف عندما تخرج على الحاكم هذا الحاكم عنده قوة. نعم، وهذا الحاكم يفسد في الدنيا ليس في الدين، لكن الخوارج يفسدون في الدين. هذا الحاكم في السعودية ما قال اذهبوا إلى بارتي لأنه يجوز من الشرع، يعرف اللي حرام. حتى لو سألت هذا محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان تقول له يا أخي هل هذا يجوز؟ يقول لك حرام، لكن النفس ضعيفة، ربما نفعل شر أقل لنفعل الشر أكبر. فهذه نسأل الله يهدينا ويهديهم. بارك الله فيك. أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. خلاص، ليس محمد بن سلمان ولا عبد القادر بن سلمان. السلام عليكم. بارك الله فيك. الله يهدينا السلام. واش بقى في حاجه ولا مهند بارك الله فيك. مهند تعال، هل اسمع رحت الحج والعمره اسمه تحجي ولا عمري؟ لا ما ضايقنا حد. انا قلت على الناس، انا قاعد احكي على الحكام.
لكن سهل الحكام يسهلوا، لكن حتى الحكام يسهلوا الامور ما شاء الله. اخي اسمع يا اخي، هذا دين يا اخوي، استرجوك نرامبو. وأنا سيدي مهند، لماذا تجلس مع عمر يطعن في الخليجيين، يسب فيهم، يقول له انت زانيه وانت حمار؟ هذا لا يجوز، هذا مسلم. حتى والله في امراه وقفت عليه، هذا لا يجوز يا اخي. كيف انت ترى كل خارجي تطعن فيه وتسبه تحرم الحكام؟ انت عندك مشكله مع مصر، لماذا تتكلم عن مصر؟ لماذا تتكلم عن السعوديه؟ انت مصري. السيسي لا انا اقول لك لا يجوز اصلا، لكن انا اقول لما اتكلم على الكل. لا انتم لا انتم كل يوم سعوديه، الخليج سعوديه، ترى في الإسلام الإطاعة ديال الحاكم فهي واجبة، والخروج على الحاكم فهو حرام. هذه ما فيهاش نقاش. امور المسلمين لما يحبه ويرضاه. والله محمد بن سلمان هذا الحمد لله، هل الان حتى الان عندما نتكلم على محمد بن سلمان او اي عن ملك او رئيس، ربما بعض الاحيان ما يعرف الاشياء دقه، هل يعرف كل شيء؟ ولكن ملي كنقول إطاعة الحاكم فالبنادم ما خصوش يبيع دينه، ماشي غير إطاعة الحاكم ولا قال الحاكم هذه الدولة غادي نردها لنا دولة ديال عبادة الأصنام ولا دولة كافرة صافرة خصنا نطيعوه في أي حاجة، ولكن ما خصناش نخرجوا عليه. يعني خصنا حنا نربيو ريوسنا. مثلا إلا جا هو قال لك نقطع لك راسك إلا ما كفرتيش، قطع لك راسك، يعني هنا ما خصكش تطيعو. يهودية أنجليكية هم. لا يعني أوسخ يهود اتق الله. الله يقول ولا اخوة دقيقة، الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا دقيقة واحدة أخي، دقيقة أخي يا أخوة. الإنسان لو يعرف بأن كلامه سوف يكتب وسوف يحاسب لخاف الله جل وعلا، لكن أنت حتنشروا هذا، حتنشروا، ما يخالف انشروا، وأنا راح أجيب لك الدليل الرابط. ما هو الدليل؟ من الانترنت. الدليل ايه الانترنت. الامريكان اليهود ايباك هاي في اسمه. صدق اليهود انت؟ اليهود صدق اكذب الناس صدقهم انت؟ لا ما تصدقوا. خلاص 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 محمد سلمان والله مهند تعرف هذا النائب مهند. اسمع تعرف ايش يقول لك؟ حتى يقول لك السعوديه، حتى يقول لك ال سعود ال سلول، وهذه لا يجوز لان ال سلول ليس كلهم منافقين. ال سلول بعضهم من الصحابه، هذا من جهل الحزبيين ومن جهل هؤلاء الحمقى يطعن في آل سلول. آل سلول بعضهم من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وآل سعود قال لك السعودية من اليهود، ثم قال لك السيسي. تعرف أنا أبين لك النفاق ونفاق الناس. عندما لا اسمع لا دقيقة هذه اسمع والله إخوة اسمع هذه اسمع. عندما أتى محمد مرسي رحمه الله بالسيسي قالوا رجل طيب من أصول طيبة عريقة، عندما خرج عليه أمه يهودية ثم قبل كان عريق طيب بعد يهودي يتغير حسب اخوان المفلسين. الجيش المصري حفظ الله الجيش المصري. ابو كفته يسموه جيش ابو كفته. لا خبثهم ابو كفته. الجيش المصري قوي حفظهم الله، حفظ الله جميع جيوش المسلمين. تعرف ليه بيسموه جيش ابو كفته؟ عشان في طلع واحد جنرال مصري لا يجوز طعن فيهم اخي، يسوي كفته ويشفيك من مرض الايدز. من قال هذا؟ هو لا يجوز كفته ولا ايش؟ ولا لا يجوز اخي؟ والله الجيش المصري قوي، وانا ارى ايش؟ بعض الناس يريدون تحطيم الجيش المصري. حفظ الله الجيش المصري، والله لا يجوز اخي، هذا ليس استهزاء لا تستهزئ بالجيش المصري يا اخي. والله الجيش قوي حفظهم الله. والله يا اخي اتق الله يا اخي. في بعض الله يا اخي في بعض المراتب بالجيش المصري ممنوع مصري. هذا لا يعرف اركان الصلاه لكن يعرف المربيه محمد سلمان، خالة المربيه، جده عم مهند. الله يهدينا ويهديك. تعب نفسه لازم يشرب. خلص لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك. الله يهدينا ويهديك. الله الصلاة احنا طبعا الصلاة حاضرين عليها. الوغ اخوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. واحد دقيقة. الوغ اخوتي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا على المشاهدة. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيه، ولا عندكم شي سؤال ولا شي كومونتير ولا شي تعليق ولا شي اضافه مرحبا بكم. الاراء ديالكم كلها مرحبا بها. تهلاو.